حلقة النهاردة هنستعرض مع بعض أفضل 5 أفلام مصرية سنة 2017 وجهة نظري. متنسوش الاشتراك عشان يوصلوكم الحلقات الجديدة، ويلا بينا نبدأ. الفيلم رقم 5 معانا فيلم فوتوكوبي. محمود راجل في آخر الخمسينات وقاعد في محل تصوير مستندات شبه مهجور في عبده باشا. حياته ماشية ببطء وملل، ورسيم معتاد وماكينة التصوير والناس اللي بتعدي من غير ما تفتكر حتى انه موجود. يوم من الأيام وهو بيصور ورق لطالب بيقع في ايده موضوع عن الديناصورات، حاجة بسيطة جدا لكن بتلمس حتة جواه. يبدأ يقرأ ويدور ويتعمق ويبدأ يتساءل، هو ليه الكائنات دي انقرضت؟ وليه أنا حاسس إني ماشي في نفس الاتجاه؟ ومن هنا بيبدأ رحلة صغيرة لكنها بتهز حياته من جذورها. رمزية الديناصورات عن محمود نفسه، كائن على وشك الاختفاء من غير ما يسيب اثر، من غير بيت، من غير ولد يخلف اسمه. خوفه من الانقراض هو الخوف القديم اللي جوانا كلنا. هل حد هيفتكرني؟ هل كان لوجودي معنى؟ جنب محمود ساكنه صفيه، ست لطيفه وارمله عايشه لوحدها وبتروح الصيدليه كل يوم تاخد حقنه الانسولين وتملي وقتها بكام كلمه مع الصيدلي. اتنين كبار في السن تايهين في عز الزحمه، وكل واحد فيهم بيخترع طريقه يتشبث بيها بالحياه لحد ما القدر بيرميهم في طريق بعض، تدي بينهم خيط رفيع، ثم علاقه ادفى من اي حاجه كانوا متوقعينها. الفيلم ماشي بهدوء ونعومه، حوار بسيط ومشاهد قصيره وتفاصيل صغيره بتخليك تبتسم دايما. عايز اشيك كمان بالمزيكا بتاعه الفيلم اللي هي الواطفه، شبه علاقه محمود وصفيه، رقيقه وخفيفه وبتكلمك من غير ما تتكلم. فوتوكوبي فيلم عن الانسان قبل ما يكون عن السينما، فيلم عن ناس فاكرين ان عجله العمر سحقتهم وان كلمه عيب وكبرنا قفلت عليهم ابواب الحياه. الفيلم الرابع معانا فيلم زهرة الصبار، وده مش فيلم حكاية بتتروي قد ما هو حالة في قلب القاهرة اللي بقت شبه غابة أسمنت خانقة تختبر قدرة الإنسان إنه يفضل واقف حتى لو مفيش أرض ثابتة تحت رجليه. القصة بتبدأ بعايدة، ممثلة صاعدة بقالها 10 سنين ما بتطلعش من أول السلم، بنت من خلفية قروية وبتحاول تثبت نفسها وسط مدينة ما بترحمش. فجأة بتطرد من أوضة السطح اللي ساكنة فيها، تلاقي نفسها في الشارع مع جارتها العجوز سميحة، الست البرجوازية المنغلقة اللي الزمن أثر عليها، بقايا طبقاتها الاجتماعية بقت مجرد ذكريات متكبرة. الاتنين ما بينهمش أي حاجة مشتركة غير إنهم فجأة بقوا بلا مأوى. وهنا بيدخل ياسين، شاب بسيط وودود وبيقرر يساعده، ومن اللحظة دي التلاتة بيدخلوا رحلة مندفعة في شوارع القاهرة، تاكسيات وزحمة مستشفيات، ذكريات بتطلع من تحت التراب. الفيلم كله قايم على فكرة التيه، تايهين في المدينة، تايهين في نفسهم. مفيش دراما تقليدية، مفيش بداية ووسط ونهاية، في بدل ده إحساس مستمر إن القاهرة بقت مكان صعب، مدينة محملة بثقل سياسي واجتماعي بعد 2013، حظر تجوال، انفجارات، خوف، تكدس، شرطة واقفة في كل ركن، والناس اللي فيها بتحاول تكمل يومها بالعافية. هالة قوسي مخرجة الفيلم جاية من عالم الفن التشكيلي، وده واضح من أول مشهد. كل لقطة معمولة كأنها لوحة، الألوان، الديكورات، الخلفية، حركة الممثلين جوه الكادر، كله محسوب بدقة. الفيلم مش واقعي خالص ومش خيالي خالص، هو في المنطقة اللي بين الاتنين، يحكي لك لحظة واقعية جدا وفجأة يدخل مشهد كأنه حلم أو كابوس أو حتى رمز. وسط كل ده العلاقة بين عايدة وسميحة بتتغير. الست العجوز اللي كانت شايفة الدنيا من فوق تبتدي تتكسر قدام الظروف وتطلع منها إنسانة أدفى. والرحلة دي تخلي عايدة لأول مرة تلاقي ونس، تلاقي حد شايفها بجد. أما ياسين فهو صوت الجيل اللي لسه بيحاول يبني حاجة رغم العبث اللي حواليه. في النهاية الفيلم مش عن إيجار أو مأوى، هو عن ناس بتحاول تثبت إنهم موجودين حتى لو المدينة نفسها بتطردهم. زي زهرة الصبار على اسم الفيلم، رقيقة لكن بتطلع وسط الشوك. الفيلم الثالث فيلم الكنز، هو رحلة كبيرة عبر الزمن بتنقل فيها بين 3 عصور مختلفة لكنهم في الآخر بيبصوا على نفس الفكرة. الحكاية بتبدأ سنة 1975 لما حسن بشر الباحث اللي درس مصريات في أوروبا بيرجع بيت العيلة في الأقصر بعد ما أبوه يموت، وهناك بيلاقي وصية صوتية غامضة. من اللحظة دي الفيلم بيفتح 3 أبواب، كل باب بياخدك في عصر وشخصيات مختلفة لكنهم كلهم بيلفوا حوالين نفس السؤال: مين بيملك الحقيقة؟ أول باب هو عصر الملكة حتشبسوت، تركيز كان على صراعها مع الكهنة اللي شافوا إن وجودها على العرش تهديد لنفوذهم. الباب التاني هو باب علي الزئبق، ده احلى وامتع جزء في الفيلم كله في رايي، في روح الحكايه الشعبيه والمغامره والجري والخيانه والغرام، فكره البطل اللي بيقف ضد الظلم واللي بيعتمد على دهاءه اكتر من سيفه. اما الباب التالت فهو زمن الملك فاروق، ده انضج واعمق جزء في العمل كله. هنا محمد سعد قدم واحد من احسن ادواره على الاطلاق بعيدا تماما عن الكوميديا، وهو بيلعب دور بشر الكتاتني، رئيس القلم السياسي وشخص عنده صراع بين شغله وضميره وحبه لمطربه ملاهي اسمها نعمات. الجميل ان ال3 قصص رغم ان مفيش بينهم علاقه مباشره الا ان في رابط خفي هو اللي ماسك الفيلم كله، وهو الصراع مع السلطة، حتشبسوت ضد الكهنة
والزئبق ضد الداوية، وبشر ضد دولة كاملة، وفي كل مرة السلطة بتطلع أقوى مهما كانت نوايا الأبطال طيبة. كمان الحب الممنوع موجود في كل زمن، ملكة بتحب محكوم، وعاشق بيحب بنت عدوه، وراجل سلطة بيحب مطربة من طبقة أقل منه. كل ده بيقول إن الإنسان بيتكرر مهما اتغير الزمن. النهاية الكنز مش فيلم بيحكي لك تاريخ، لكنه فيلم بيسألك التاريخ ده أصلا اتكتب على إيد مين؟ ليه؟ وهل اللي اتكتب هو الحقيقة ولا مجرد رواية ناس حبت تخلد نفسها من خلالها؟ الفيلم التاني فيلم الشيخ جاكسون. الفيلم بيتقسم ل3 مراحل، وكل مرحلة بتكتشف طبقة جديدة من النفس. المرحلة الأولى بنبدأ مع طفل اسكندراني بسيط عايش ما بين أم حنونة وأب عصبي. الطفل ده بيشوف مايكل جاكسون لأول مرة، وبيفتح له باب لعالم تاني، عالم مليان موسيقى وحركة وألوان وطاقة مختلفة تماما عن الحياة الرمادية اللي حواليه. لكن الأب ما بيقبلش ده غير بالسخرية، بيقول عليه مخنث. وفي المدرسة بتعاقب الولد لمجرد إنه بيكتب موضوع تعبير بيسأل فيه ربنا عن معنى وجوده. من اللحظة دي الأسئلة الوجودية بتستقر جواه من غير إجابات. المرحلة التانية هنا بنشوف أحمد مالك في واحد من أفضل أدواره، شاب في ثانوي واقع في حب زميلته اللي بتحب الموسيقى، كل حاجة ليها علاقة بالحياة، وهو عشان يلفت نظرها ما بيلاقيش غير مايكل جاكسون اللي لسه ساكن جواه. يتعلم الرقص ويقلد اللبس ويحفظ الأغاني لحد ما أصحابه ينسوا اسمه الحقيقي وينادوه باسم جاكسون. لكن الصراع الحقيقي مش في المدرسة، الصراع كان في البيت مع أب شايف إن كل ده قلة رجولة، ومع خال سلفي بيحاول يشده ناحية التدين. في المرحلة الثالثة فجأة بنلاقي جاكسون بقى شيخ، بقى إمام مسجد، اتجوز وأب، وبيعيش حياة كلها طقوس وخوف وذنب. بينام تحت السرير عشان يفتكر القبر، ويعد حسناته على آلة إلكترونية، ويعاقب نفسه على أي لحظة ضعف أو فرح. لكن كل ده بينهار يوم وفاة مايكل جاكسون. الخبر ده بيهزه من جواه. ليه؟ عشان الروح اللي خباها بترجع تصرخ من جديد. يبدأ يشوف مايكل في المسجد، يخسر خشوعه ويواجه صور من ماضيه كان فاكر إنه دفنها. الشيخ اللي بقى روبوت بيرجع تاني للإنسان اللي جواه. شيخ جاكسون فيلم عن الرحلة اللي كل واحد فينا بيعدي بيها، رحلة البحث عن الذات بين الحياة والدين، بين الذنب والحب، بين الصورة اللي بنمثل بيها والصورة اللي احنا هربانين منها. الفيلم الأول وأفضل فيلم سنة 2017 في رأيي فيلم الأصليين. القصة بتبدأ مع سمير علوة، موظف بنك عايش عيشة هادية مستقرة زيادة عن اللزوم، راجل شبه أي واحد فينا، بيت، زوجة، عيال، شغل ماشي زي الساعة، لحد ما في يوم وليلة انفصل من البنك بعد 15 سنة خدمة. بيلاقي نفسه واقف في نص الشارع مش فاهم أي حاجة. وسط قلقه وتوهانه بيلاقي صندوق على باب بيته فيه موبايل غريب وفيديوهات وصور من ماضيه، كأن في حد شايفه من جوه أكتر ما هو شايف نفسه. ومن هنا بتبدأ مكالمة هتقلب حياته، كلمة من الأصليين. الأصليين مش جهاز مخابرات ولا جماعة سرية بالمعنى التقليدي، هم أشبه بمنظومة شايفة كل الناس من فوق، تراقب ملايين المصريين لحظة بلحظة. دوبهم هو رشدي أباظة اللي لعب دور الفنان خالد الصاوي، شخصية غامضة يغير جلده حسب المكان، مرة صوفي، مرة مؤرخ، مرة راجل بتاع سوق، لسانه طويل، ثقافته عالية، كلامه مليان طبقات مش مفهومة. سمير بيدخل العالم ده ببطء، من موظف عادي لعين مراقبة، تقدر تشوف كل حاجة من غرفة صغيرة شكلها شبه عين بشرية عملاقة. وهنا يبدأ يفهم إن حياته كانت ماشية في خط مستقيم لدرجة الملل، اختيارات ولا مغامرات ولا حتى رغبات حقيقية. يدخل في حياته صوت جديد، رايا جلال اللي لعبت دورها منة شلبي، باحثة اللي سمير بيراقبها، كأنه بدل ما يصطاد أخطائها بينبهر بيها. حياتها مليانة شغف، سفر، اختيارات جريئة، حرية هو عمره ما دقها. مع الوقت بيبدأ سمير يشوف الحقيقة، كان داجن فعلا، مش في الطريق اللي اتفرض عليه، مش على الطريق اللي هو اختاره. والأصليين نفسهم جزء من منظومة أكبر تراقب وبتسيطر وبتوجه. طب فين الحرية؟ فين الحقيقة؟ ومين أصلا بيحرك الخيوط؟ النقلة الكبرى بتحصل لما بيكتشف إن السيطرة مش بس من الشغل، من البيت كمان، مراته، أمه، أولاده. ساعتها بيقرر يسيب كل حاجة ويتولد من جديد، بيمشي في الصحراء متجه لواحة مجهولة ويدور على نفسه. الفيلم في آخر مشهد بيوريك إن الدايرة لسه مفتوحة، سمير اتغير، حياته اتبدلت، فتح مشروع، قابل ثريا، لكن رشدي لسه موجود، والمراقبة مستمرة، واللعبة أكبر بكتير من اللي احنا شايفينه. الأصليين مش فيلم خطي، ده عمل مفتوح، وكل مشهد فيه هتفهمه من زاوية جديدة. فيلم عن الحرية وعن الوعي وعن الإنسان اللي بيحاول يخرج من الحظيرة قبل ما يتحول داجن جاهز للذبح. متنسوش تتفرجوا على الحلقات اللي فاتت من السلسلة، استنوا في الحلقة الجاية عشان نستعرض مع بعض أفضل أفلام سنة 2018. قولوا لي في الكومنتات ترتيبكم الشخصي الأفضل للأفلام. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واستنونا في الحلقة الجاية. سلام.